السلام عليكم. هو ايه يا جماعة الزيطة اللي عاملها جمهور الزمالك من امبارح ده على ماتش الاهلي؟ انتوا بتحسسوني ان احنا امبارح اللي كنا بنلعب في بطولة افريقيا وكمان فوزنا على الترجي التونسي. انا هقول كلام في ناس هتزعل مني وفي ناس هتشوف كلامي ده واقعي. احنا في الاول والاخر بنتكلم كورة. دلوقتي يا جماعة كل واحد فينا وجهة نظره تحترم، سواء اهلاوي او سواء زملكاوي. انتوا بتحفلوا على النادي الاهلي في بطولة احنا اصلا ما بنروحهاش، احنا ما بنشاركش فيها. طب نحفل على الاهلي في بطولة بنشارك وبنروحها، زي الدوري، زي كاس مصر، ما احنا معاه في نفس البطولة. اما احنا بنحفل على الاهلي في بطولة هي الاهم من بعد كاس العالم للاندية. انت متخيل؟ وعلى فكرة الاهلي امبارح ما لعبش وحش. الاهلي امبارح كان بيهاجم هجمة بهجمة، ند بند، وهدد مرمى الترجي التونسي في اكتر من كورة. وصدق او لا تصدق، النادي الاهلي كان ممكن يطلع من المباراة دي كسبان بالاثنين والثلاثة. عندك اول تسديده لتريزيجيه في الشوط الاول، تسديده ولا اروع في حتته وعارفها، وبيكسر على يمينه وبيسدد في الزاويه، تألق حارس المرمى وطلعها ركنيه. تاني تسديده لبن شرقي وبرضه تألق حارس المرمى. تالت تسديده اول ما نزل حسين الشحات وبرضه تألق حارس المرمى. عندك دفاع الاهلي امبارح كان 40%، الهجوم كان 60 او 65%. انت عايز تقول لي ان الترجي التونسي امبارح كان وحش وما هاجمش؟ لا، كان هاجم. ليه لا امبارح مصطفى شوبير؟ عشان انا بقول لك ايه دلوقتي، بقول لك دفاع الاهلي امبارح كان 40%. مصطفى شوبير ليه لما تألق في كورتين او ثلاث كور كان النادي الاهلي ده هيشيل ثلاث اهداف غير ركله الجزاء. تمام. وعلى فكره لو هتكلمني على ركله الجزاء ولمسه اليد بتاعت هاني هقول لك ايوه صحيحه. طيب النادي الاهلي على فكره برضو ليه ضربه جزاء ما اتحسبتش. تمام. النادي الاهلي اتظلم امبارح ظلم مبين من التحكيم، حكم الساحه وحكام الرايه وحكام البار. تمام. في حاجات اتحسبت وحاجات ما اتحسبتش. في حاجات كان المفروض لاعيبه الترجي تاخد عليها انذارات ما خدتش، وفي حاجات لاعيبه الاهلي مش المفروض ان هي تاخد عليها انذارات وخدت. عشان خاطر نكونوا حقيقيين ونتكلم واقعيين شويه. النادي الاهلي امبارح كان وحش، كان وحش. طيب النادي الاهلي امبارح كان حلو في ايه؟ كان حلو في الاستحواذ بتاعه، كان حلو في الهجمه بتاعته، كان حلو في التقسيمه في التمرين. بس كفنيات مفيش فنيات. طب يسترب دوره ايه على الخط؟ يسترب دوره على الخط برورم. اه يسترم. على فكره المباراه اللي جايه العوده في القاهره، لو النادي الاهلي ما عادش في المباراه وكسب المباراه دي هقول لك على يسترب بالسلامه، باي 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 كمبوره. مش هيصبروا عليه، خلاص خسر افريقيا. على فكره النادي الاهلي لو مشى يسترب هيدفع له الراتب بتاعه بالكامل، هيدفع له مستحقاته بالكامل لحد اخر الموسم. تمام. وبالنسبه للزمالك، احمد حمدي مضى لبيراميدز. هتسالني يا عمي هو ازاي يعني احمد حمدي هيمضي وهو في الزمالك؟ هقول لك احمد حمدي يحق له التوقيع لاي نادي من يناير اللي فات. تمام. احمد حمدي دلوقتي مش معانا وهو اتجمد، مش هينزل تدريبات وهيتدرب كمان فردي. وعلى فكره كمان معتمد جمال زي يسترب بالظبط، الاتنين واحد عشان تبقى عارف، كلها مجهودات فرديه للعيبه. يسترب زي معتمد جمال في ايه؟ مفيش تقسيمه، مفيش فنيات، مفيش جمله متفق عليها، كلها فرديات. اللي هو تسديده، اللي هو مثلا عرضيه، اللي هو ركنيه، كده يعني. ما تقوليش ايه اللي هو معتمد جمال مثلا محضر، مذاكر،
يسترب محضر يسترب مذاكر، مفيش الكلام دي، كلهم الاتنين واحد، كلها مجهودات فردية للعيبة. وبالنسبة لي جمهور الزمالك يا جماعة، بلاش نحفل أكتر من كده في بطولة إحنا ما بنشاركش فيها. كل واحد فينا يبص لورقته، كل واحد فينا يبص لفريقه، تمام. وأنا بتمنى التوفيق للكل. يعني أنت عندك مثلا النادي الأهلي امبارح، لو فاز المباراة أنا كنت هزعل؟ ما كنتش هزعل، بالعكس، ولا يعنيني في أي حاجة، ما ياخدها يا عم. النادي الاهلي واخد بطولات اكتر منينا بكتير. مش هتكلم على بطولة افريقيا، بطولة افريقيا دي ليها وزنها، ليها خلاص، ليها كتابها واتقفل للنادي الاهلي. انا بتكلم على البطولات التانية، فبلاش نقارن، مفيش مقارنة يا جماعة عشان نبقوا حقيقيين. النادي الاهلي نادي كبير، نادي عريق، نادي بجمهوره، وعلى فكرة كمان لعب بجمهور من غير جمهور هيفضل برضه هو النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي صيته مسمع في افريقيا وفي البطولة السمراء، الفريق الاكثر بطولات افريقيا، عشان نبقوا مع بعض صراحة وعادلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو عجبك اللايك اخبط الشير دعما لاخوك، اللايك ده بيفرق معايا، بيفرق معايا بجد. والسلام.